في خرافة بتقول كده إنه الأب لما بيعتذر كلمته بتنزل للأرض ويبقى زي حنفي، بس الحقيقة غير كده تماما. لو عاوز تعرف إزاي تقدر تعتذر لابنك من غير ما هيبتك تتكسر، تابع الفيديو ده للآخر. لما بنزعق لأولادنا من غير سبب ولا نبقى متعصبين ونرمي العصبية دي عليهم، فاحنا بنعلم ولادنا حاجتين مرعبتين الحقيقة. أول حاجة بنعلمها له إنه الكبير دايما على حق حتى لو كان غلطان. تاني حاجة بنعلمها له إنه الكبير من حقه يفش غله في الصغير لمجرد إن هو الكبير. وهنا محتاجين نأكد على إنه الاعتذار مش ضعف، الاعتذار هو احترام. يعني أنا بعلم ابني إني إنسان من حقي أغلط، فينفع أرجع أقول له حبيبي أنا كنت النهاردة تعبان وغلطت لما ضربتك، أنا بعتذر على ده. وأحيانا ممكن أختار عاقبة مناسبة للسلوك اللي أنا عملته عشان أعلم ابني إن كل سلوك خاطئ له تبعيات زي ما كل سلوك إيجابي له تبعيات. هنا أنت بتعلم ابنك يكون إنسان، وبتعمل احترام لنفسك، وبتساعد هذا الكائن انه يكبر ويبقى عنده شخصية، وعارف انه من حقه يخطئ وانه في اصلاح للاخطاء دي لو حصلت، لانه بشر. اخيرا انت لما بتعتذر بتعلم ابنك المسؤولية، بتعلمه انه الرجولة مش انك ما تغلطش، الرجولة انك لما تغلط تعترف انك غلطت وتشيل تبعيات الخطأ بتاعك. لما تغلط لو سمحت انزل لمستوى النظر بتاع ابنك، قل له أنا آسف إني عملت هذا السلوك الخاطئ، وسمي السلوك باسمه، واطلب منه إنه يقبل اعتذارك، أو لو تقدر تعتذر له عن هذا السلوك وتعمل له ريبير أو عاقبة جيدة للسلوك ده، اعمل كده لو سمحت. وأوعدك هتشوف نظرة في عينيه عمرك ما هتنساها، وعمرك ما هتاخدها منه لا بالخناق ولا بالزعيق. أخيرا الهبة بجد في الاحترام مش في الزعيق. وفكر كده، كم مرة كان نفسك أبوك يعتذر لك وما حصلش؟ شاركنا في الفيديو، إيه أكتر موقف أبوك عمله معاك كان نفسك يعتذر لك فيه وللأسف ما حصلش؟ شعورك كان إيه؟